حاجات لو حد قالها لي وأنا في الجامعة كان هتفرق معايا مليون في المية، وإن ignore بقى شعري عامل ازاي، إن أنا يعني بقالي كتير قوي مصورتش، فقلت أصور بأي منظر يعني. من كام يوم أو الأسبوع اللي فات اتعزمت على إن أنا أدي سبيتش في جامعة من جامعات مصر، وقررت التوك بتاعي يبقى على حاجات أنا كان نفسي حد يقولها لي وأنا في الجامعة، كانت هتساعدني قوي. فقررت إن أنا أشارك معاكم الحاجات اللي أنا قلتها وحسيت فعلا فرقت في الناس اللي أنا كلمت معاهم في في الtalk التوك دي. دي. لو أول لو مرة أول مرة تشوفوني، أنا ميرا دوان، بعمل فيديو عن الحياة عامة، عن كتب، عن relationship feminine energy. لو تاني مرة تشوفوني في welcome back. عامة السكادجول بتاعنا كان المفروض أبوست 3 مرات في الأسبوع، بس بقالي أسبوعين كده و10 أيام شوية أحداث حصلت في الحياة، فالدنيا مش ماشية as I want which is fine. ده يخلينا نرجع لبوينت انا كان نفسي حد يعلمها لي وانا في الجامعه، ان احنا لازم نتعلم ازاي نكون flexible، مرنين. ومش كل حاجه هتمشي according to a plan، او مش كل حاجه هتمشي according للخطه اللي احنا عاملينها. ان الحياه مش straight line، وعمر ما الحياه ما بتحصل زي ما احنا عايزين. فاحسن حاجه ان احنا يبقى عندنا plan A وبلان B وبلان B وبلان B وبلان C، كل انواع البلانز just in case ان حصل حاجه وممكن وارد يحصل حاجه ما تخليناش نمشي على الخطه اللي احنا عاملينها. اذا كان بقى خطه مذاكره، خطه في الحياه عامه، خطه الاسبوع. فلو حصل حاجه ما نبقاش بقى اللي هو لا، انا لازم امشي زي ما انا عامله، عشان لو ما عملتش كده بص الحياه ما بتمشيش كده. فعود نفسك ان الحياه محتاجه انك تبقى مرن. تاني حاجة اتكلمت عنها وهي التايم مانجمنت، وناس كتير قوي بتتكلم عنها التايم مانجمنت، بس محدش بيقول لنا المفروض اعمل ايه. مثلا انا هناك كان حد قال لي ان هو بيشتغل ومخاطب وفي الجامعة ومش عارف يعمل ايه، فازاي تايم مانجد او ازاي يمانج هيز تايم. فارتب وقتي ازاي؟ ان انا هعمل باتش ستادينج. يعني ايه باتش ستادينج؟ يعني ان انا في يومين هلملم كل المذاكرة، وباقي الاسبوع هذاكر تخاطيف بس. اليومين مثلا let's say جمعة وسبت، دول اللي هذاكر فيهم جامد قوي، دول اللي هلم فيهم المواد كلها. وباقي الاسبوع هقسمهم على باقي الحاجات، لو مثلا لو انا شغلي او خطيبتي لان انا مخطوبه، او انا لو انا يعني بنزل رياضه او بنزل الجيم، يبقى الايام التانية غير اللي هو الباتش ستادي. احنا عندنا مشكله ان احنا بنذاكر بس ليله الامتحان. ما تعودش نفسك انك تزنق نفسك ليله الامتحان. تكتشف الماده ليله الامتحان ان بعد التخرج انت مش هينفع تشتغل according to deadlines. يعني لو انت ذاكرت ليله الامتحان بتنقص درجات لو انت معرفتش تلم الماده، لكن انت لو عديت الديدلاين بعد التخرج فانت بتنقص فلوس، بتنقص بقى في التقييم بتاعك، حاجات كده. بلاش تعود نفسك على حاجة هتضرك بعد كده، وانت مش هتعرف تدي your energy 100% لمليون حاجة. هتلاقي بتدي الانرجي بتاعتك لحاجة 50%، وحاجة تانية 40، وحاجة تانية 20. فانت هتقرر ايه الأولوية اللي انت محتاج تديلها أكتر طاقة في الوقت الحالي. والدنيا سيزونز، يعني إن انا مثلا سيزون دلوقتي سيزون الجامعه، بعد كده يبقى سيزون شغل، سيزون رياضه، فاهمي؟ فكلمه سيزون انا قررت ان انا السيزون ده هو ده موسم المذاكره او موسم الدراسه. فانا حدد دراسه اقصى ما عندي، مش 100%، ان انا عندي حاجات تانية هديلها طاقتي برضو. عندي بعد كده مثلا في الاجازه عندي موسم الرياضه، فانا حدي الرياضه دي اقوى او اعلى نسبه من الانرجي واعلى نسبه من الأولويات. فاهميني؟ فانتوا بتقرروا ايه الحاجة اللي في الوقت الحالي محتاجة أعلى أولوية، وتحددي وقتك على أساس ده. تالت حاجة ما حدش بيعلمها لنا من واحنا صغيرين في المدرسة، وهي الايموشنال ريجوليشن، ازاي نتعلم نحس بمشاعرنا. اتكلمت عن الموضوع ده كتير قوي، ان احنا بنديستراكت اور سيلف. لكم الترجمة على على السكرين عشان محدش يتضايق. بنديستراكت اور سيلف بان احنا بنقعد على الموبايل كتير. انا متضايقه فاشوف موفي يضحكني، انا متضايقه فاخرج مع اصحابي، الهي نفسي بدل ما احس بمشاعر. والمشاعر عامه بتعدي في 90 ثانيه، فاقعدي 90 ثانيه حسي بالشعور، عشان واحده واحده وانت بتلهي نفسك عن مشاعرك. فهم مش بيختفوا يا جماعه، هم بيكبروا لما مش بنديلهم الاتنشن او مش بنديلهم الاهتمام اللي هم محتاجينه. بيكبروا مع الوقت. وفي حاجه صغيره تحصل، مثلا شربتي كوبايه شاي من غير نعناع، تروحي معيطه ومنهاره، مع ان الموضوع مش مستاهل، بس انتي عشان كاتمه في نفسك بقالك
سنين مش بتحسي بمشاعرك، فمشاعرك هتطلع في وقت غير مناسب. فنتعلم ازاي تحس بمشاعرنا ونقول انا حاسه بكذا، وندي وقت لمشاعرنا ان هي تفضل في، يعني تحسي بيها، اديلها 90 ثانيه قولي انا حاسه بشعور الحزن في هنا في جسمي مثلا. فاهمه؟ وشوفي فيديوز ازاي اكتر، ازاي تتعلمي ازاي تعملي emotion regulation. حاجه مهمه قوي الفاينانشال literacy، احنا ما بنعرفش ازاي نتعامل مع الفلوس بتاعتنا. من الحاجات اللي احنا مش بنتعلمها خالص وهي الفاينانشال literacy، او احنا ازاي بنتعامل مع فلوسنا. ازاي اتعامل مع فلوسي؟ انا باخد مصروفي في الجامعه، بس انا محتاجه اتعلم ازاي امانج فلوسي. ازاي مثلا خدت 100 جنيه من اهلي، يبقى انا في 50% needs دي الاحتياجات اللي انا مثلا لو انا بركب عربيه بنزين، لو انا مواصلات يبقى فلوس مواصلات، اكلي في الجامعه او اكلي في عامه 50%. وبعد كده 20% رغبات، زي ايه؟ مش حاجة يعني اللي هو مثلا ايه ده، في ليب جلاس عاجبني، مش عارفة ايه، في ايه عاجبني، تمام، بس مش حاجة انا محتاجاها. 10% اسيف، احاول انا يعني احاول انا احافظ على فلوسي احوشها. و10% التانية انفست، احاول اتعلم بقى ازاي انفست او ازاي استثمر فلوسي. واخر حاجة 10%، او ازاي ادفع الفلوس دي في كتاب، في كورس، آم، في حاجة هتساعدني ان ال10% اللي انا هحطها في نفسي دول هيرجعوا لي بعد كده بفلوس كتيرة قوي. فمحتاجة ان انا اقسم فلوسي. هكتبكم على سكرين عشان ايه تتعرفوا اكتر. 50 20 20 10 10 10. ان احنا نتعلم ان بلاش يا جماعة ان احنا يعني انا ضد فاليو والحاجة، انا عندي فاليو وعندي التقسيط والحاجات دي، بس بلاش نقسط. لو معيش فلوس الحاجة ما جيبهاش، وبلاش ندفع فلوس الحاجة واحنا مشاعرنا اللي هو بجيب حاجة عشان انا متضايقة. هتندم. انا بقول لك ان انا على طول بعمل شوبينج وانا متضايقه تو كارت، متضايقه تو كارت anxious add to cart. بعدين بقى بنعيط اخر الشهر. وتراك يور ماني. يعني ايه؟ عارفه كل ما بتدفعي جنيه بتحطيه فين؟ ايه ده انا جبت قهوه مش عارفه بكام، جبت كتاب بكام، جبت دفعت ايه لمين، دفعت ايه عشان تعرفي فلوسك بتروح فين. فتحددي فلوسك بتقع في انهي حته، فتمانج بقى من هنا. اكتبيه على الموبايل، انا بعمل الموضوع ده على الموبايل كده. عندنا say no، او تعلمي ازاي تقولي لا، وتعلمي ازاي يبقى عندك حدود بينك وبين الناس. عشان لما بتقولي يس للناس فانت بتقولي نو لنفسك. لما بتقولي مثلا يلا نخرج وانت مش عايزه، فانت قلتي لا الاحتياج لنفسك، انت محتاجه تريحي في البيت. لما تقولي لا انا مش بتقولي قصدي يلا ندفع فلوس مش عارفه ايه، فانت بتقولي لا لنفسك لفلوس ممكن تستثمريها في نفسك. والنو دي عامله زي مصل، عامله زي العضله، كل ما بتدربيها كل ما بتعرفي تتعلمي تقوليها. فتعلمي ازاي تبقي تقولي لا. وشوفي لما بتقولي للناس، انت بتقولي out of love عشان انت فعلا حابه تعملي كده، ولا out of fear ان خايفه ان هم يزعلوا، خايفه ان هم يقفشوا، يقولي عليكي حاجه. فانا اكتشفت ان معظم الاوقات اللي كنت بقول فيها وباجي فيها على نفسي، فانا ببقى خايفه الناس تتضايق مني او ان هم يحكموا عليا او ما يشوفونيش زي ما انا عايزه ان هم يشوفوني. اكتشفت كل ده بلح يعني. حطي نفسك اولويه، وحطي حدود بينك وبين الناس. الحاجه اللي مش هتقدري تعمليها، معلش يا جماعه انا مش هقدر. والحدود دي وقت، الحدود دي مشاعر، والحدود دي بتبقى سبيس، مسافة. يعني مثلا تايم ليميت، مثلا تقولي ان انا هقدر اخرج معاكي بس لساعة واحدة بس. ايموشنال ليميت لما تقولي انا هسمعك بس انا مش هقدر اديكي نصيحة، ان انت مش قادرة، انت فعلا ما عندكيش ايموشنال كاباسيتي، او ما عندكيش سعة مشاعر انك تدي للشخص اللي قدامك نصيحة، انت مش قادرة، فما تجيش على نفسك. و سبيس ليميت، ودي ماي فيفورت، انا عايزه اقعد مع نفسي شويه، ودي مهمه يعني، دي حاجه اساسيه ان احنا نقعد مع نفسنا من فتره لفتره، نشوف احنا فين في الدنيا. practice assertiveness، قولي لا. يعني ايه؟ مثلا انا كاتبه شويه جمل هتساعدك، تقولك ايه؟ انا اتمنى ان انا اقدر اعمل كده بس انا مش هعرف دلوقتي. آه لو حد عرض عليكي حاجه وانتي مش عايزه، قولي ده مش هيشتغل معايا دلوقتي او مش هينفعني دلوقتي. بس لو حد في الشغل بيقول لك ان خدي التاسك الفلانيه، وانت عندك تاسكس كتير قوي وتقدري تقولي لا، هتقولي ايه؟ ده مش هينفع معايا دلوقتي، فانت ممكن تلاقي حد احسن مني ممكن يعمل الشغلانه دي. مع الوقت هتتعلمي، ومحتاجه تتعلمي boundaries من الجامعه.
لحد ما تتخرجي، عشان ده شوية حاجات هتفرق جدا معاكي. الحاجات اللي احنا قلناها، معلش يا جماعة ببص في الورقة: time management, adaptable time management، انك تكوني flexible، emotional regulation، الباوندريز، الفاينانشال literacy، ودي حاجة مهمة جدا. وده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب، وعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، لكم في الديسكريبشن تحت. اشوفكم في الفيديو الجاي.